السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. النهاردة موضوع حلقتنا مختلف شوية لاننا مش هنتكلم عن اي حاجة خارجية. احنا النهاردة هنتكلم عنك انتي كأم وكست بيت وكست بتشتغل وكبنت بتشتغل وبتدرس. هنتكلم عنك انتي محتاجة ايه في يومك علشان تقدري تكملي اليوم اللي بعده. آه، من ضمن الحاجات، انا بحكي لك من واقع تجربة ليا. انا كأم وكست بتشتغل، بصحى كل يوم طبعا مضغوطة، عايزة اخلص البيت علشان انزل اشوف شغلي، وبعدها ترجعي تكملي مع الاولاد، وبعدها بتشوفي اللي وراكي في البيت. فدايما مضغوطة وحاسة ان انا بلف في في دايرة مش عارفة اخرج منها. بصراحة بقالي فترة بدأت ان انا اجرب حاجة جديدة كده، والى حد كبير الحمد لله جايبة معايا نتيجة وانا لسه شغالة عليها. فحبيت اشاركها معاكم، وهي انك كل يوم في يومك لازم تعملي وقت لنفسك. مش هطلب منك وقت كبير، ولكن ممكن ربع ساعة او نص ساعة. الربع ساعة او نص ساعة دي بجد بتفرق جدا معاكي. محتاجة تقعدي قبل ما تيجي تفصلي في الوقت ده. حتى لو تمسكي الفون، انت ممكن تكوني ماسكة التليفون طول النهار ولكن برضو حاسة ان انت مضغوطة. لا، ممكن هتفرق معاكي ان انت بتيجي تقعدي الوقت ده مع نفسك وبتقولي ده الوقت ده بتاعي، الوقت ده بتاع نفسي انا في اليوم. انا هختار انا هعمل فيه ايه. ممكن انتي تختاري فيه ان انتي تعملي مكالمة تليفون لحد من اصحابك، او مكالمة مع اختك او مامتك. هي دي الحاجة اللي هتخليكي مبسوطة ان انتي تفضفضي وتتكلمي معاهم. ممكن تكون الحاجة اللي هتخليكي مبسوطة ان انتي تمسكي التليفون تسمعي فيديو او تسمعي حاجة. ممكن يكون ان انتي هتعملي كوباية شاي او كوباية قهوة وتقعدي تتكلمي فيها مع نفسك. ولكن اللي هيفرق مش الربع ساعة او النص ساعة اللي انتي قاعداها دي، لا، اللي هيفرق إيه؟ ان انتي توصلي لنفسك ان الوقت ده بتاعك انتي، الوقت ده بتاعي انا. انا مش طول النهار علشان اعمل المسؤوليات اللي عليا بس. لا، انا عاملة وقت ليا، وقت بفصل انا فيه. وقت انا بشوف ايه الحاجة اللي بتبسطني وبعملها. بقولك مش لازم يكون وقت كبير. طبعا هو على حسب ظروفك وظروف بيتك، ولكن مش اقل من ربع ساعة بتقعدي فيها مع نفسك وبتتكلمي. ممكن تكتبي، ممكن واحدة لما بتمسك ورقة وقلم وبتقعد تكتب بتحس ان هي طلعت الطاقة اللي جواها. انا بقولك الكلام ده علشان ما تكونيش طول اليوم حاسة ان انتي مضغوطة، وحاسة ان انتي مش قادرة تكملي، ودايما بتتعصبي، ودايما حاسة ان كل حاجة فوق دماغك. صدقيني لما بتعملي وقت لنفسك حتى لو بسيط، وبتقولي ان ده وقت بتاعي انا، مهما يحصل في اليوم لازم يكون في وقت ليا، بجد بجد بتفرق في نفسيتك جدا. بتفرق ان انتي بتفصلي، بتشحني، يعني بتفصلي من الضغوطات وبتشحني طاقة جديدة. اني انا مش في دايرة، لا، انا وقت ما انا عايزة افصل وبعمل وقت لنفسي حتى لو بسيط بتعملي كده. اتمنى ان انتي تجربي العادة دي، وان شاء الله تفرق معاكي جدا زي ما فرقت معايا، وانا برضو لسه شغالة عليها. اتمنى تكوني استفدتي من الفيديو واكون قدرت افيدك ولو بحاجة بسيطة. ما تنسيش تعملي لايك واشتراك، والسلام عليكم.